أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. وصلنا معاكم لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة، وهي قصة الأمل. سنة 1964 صدر حكم بالسجن المؤبد على نيلسون مانديلا. وقتها كان عمره 46 سنة. اتنقل لجزيرة روبن، واحدة من أصعب السجون في جنوب أفريقيا، وهناك قضى سنوات طويلة في زنزانة صغيرة جدا، وكان بيشتغل في تكسير الصخور لساعات تحت الشمس. اتحرم من رؤية أسرته إلا بعض المرات القليلة، وكانت رسائله بتخضع للرقابة، وكتير منها ما كانش بيوصل أصلا. مرت سنة واثنين وعشرة وعشرين، والعالم كله بدأ يعرف إن في راجل بيدفع عمره كله داخل السجن بسبب مواقفه السياسية. وفي عز سنوات سجنه عرضت عليه السلطات أكتر من مرة إنه يخرج مقابل إنه يتخلى عن مبادئه أو إنه يوقف نضاله السياسي، ولكنه رفض تماما وقال ما معناه: ما قيمة الحرية إذا كانت مشروطة بالتنازل عن الحق؟ بعد 27 سنة كاملة خلف القضبان، خرج نيلسون مانديلا حر سنة 1990. الأغرب من خروجه إنه ما خرجش طلب الانتقام ولا دعا للثأر، ولكنه دعا إلى المصالحة وبناء وطن يتسع للجميع. وبعد 4 سنين فقط أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب أفريقيا. انتقل الرجل اللي كان بيحمل رقم داخل السجن إلى قيادة بلده. قصة مانديلا بتقول إن السجن ممكن يسلب الإنسان سنوات من عمره، لكنه ما يقدرش يسلب منه إيمانه بالمستقبل، ولا يقدر يحبس الفكرة أو الأمل. الظروف ممكن تطول، الليل ممكن يمتد، لكن صفحات التاريخ مليانة بأشخاص ظن الناس إن قصتهم انتهت خلاص خلف القضبان، وإن حياتهم اتكتب ليها إنها تكون خلف القضبان، ثم كتب الله ليهم بداية جديدة لم يكن أحد أبدا يتوقعها. القصة دي يعني مش دعوة للمقارنة ما بين التجارب المختلفة، ولكنها بتذكرنا، هي تذكير لينا بأن كثير من الأشخاص اللي مروا بسنوات طويلة من السجن ظلما خرجوا لاحقا يعني معززين مكرمين، وإن طول المحنة لا يعني بالضرورة إنها ملهاش نهاية. ولهذا بتبقى المحافظة على الأمل والكرامة والروابط الإنسانية هي أمر بالغ الأهمية مهما اشتدت الظروف. مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وأمنه. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.